عمرك جلستي مع راسك وتفرجتي في شي ماتش في كاس عالم وبان لك شي بلان مقلوب، بلان ديال التحكيم مثلا، ولا شي فرقه كبيره دفعوها بالجهد حتى دازت، وقلتي مع راسك صاحبي واش هادشي كره ولا سينما؟ اليوم غادي نهضروا بصراحه واعتمادا على واحد التقرير مثير دارتو قناه دويتشا عربيه. غادي نشوفوا واش فيفا بصح كتحب الكره ونزاهه اللعب، ولا جيبها هو اللي كيتحكم شكون يربح وشكون يخسر. غادي نهضروا بالارقام والفلوس الصحيحه اللي كدور، حيت كاس العالم ما بقاش غير جلده منفوخه تابعه 22 لعاب. كاس العالم ولا صناعه بمليارات الدولارات. نبداو بالمهم وبالمعطيات الرسميه. فيفا في الدوره ديال 4 سنين الاخيره ما بين 2019 و 2022 ضربات واحد الرقم خيالي، دخلات 7.5 مليار دولار ديال الارباح الاجماليه. وعرفتوا كاس العالم ديال قطر 2022 بوحدو شحال ساهم في هذه المداخيل؟ جاب ليها 6.3 مليار دولار، يعني اكثر من 83% من المداخيل كامله اللي دخلات الفيفا في 4 سنين جاتها غير من البطوله ديال قطر بوحدها. ومن هنا كتفهم الاهميه ديال هذه المسابقه. السؤال هنا، منين كيجيو هاد الفلوس؟ النسبه الكبيره هي حقوق البث التلفزيوني. القنوات من العالم كامل كيتقاتلوا باش يشريو الماتشات، والمعادله هنا سهله وما محتاجاش قرايه بزاف. السوق الكبيره هي اوروبا وامريكا الجنوبيه، يعني الى عندك المانيا، فرنسا، انجلترا، البرازيل، الارجنتين، هنا خاصك تعرف ان الفراجه كاينه والتلفزيونات كيبقاو شاعلين. وميمي كتدخل هنا فين كاين الملايين ديال المشاهدين. تخيل معايا نهائي 2018 بين فرنسا وكرواتيا، ونهائي 2022 بين الارجنتين وفرنسا. المشاهده في 2022 ضوبلات، حيت كاين ميسي ومبابي، يعني غياب النجوم كيقسم الارباح على جوج. الشركات الكبار اللي كيديروا الرعايه والتسويق ما كيحطوش فلوسهم غالي الله في سبيل الله. هاد الناس باغين النجوم يبقاو في التيران، حيت النجم هو اللي كيتباع. نعطيكم مثال بميسي. في 2022 دارت دراسه لقات بلي ميسي بوحدو ظهر في 22% من الاعلانات ديال البطوله كامله. واش كتفهم شنو هي 22%؟ يعني الا خرج ميسي من الدور الاول، الفيفا والرعاة غيخسروا الربع ديال الجاذبيه الاعلانيه ديالهم. ونزيدك 6 ديال التونيات اللي لعب بهم ميسي تباعوا في المزاد العلني ب 7.8 مليون دولار. هادشي كيبين باللي النجوم ماشي غير لعابه، هما ماكينات ديال الفلوس متحركه وسط التيران. ودابا اجي نهضروا على داكشي اللي مسكوت عليه، المراهنات. في كأس العالم قطر 2022 المبالغ اللي تراهن عليها في العالم وصلت ل 35 مليار دولار، والمتوقع في كأس العالم ديال 2026 الرقم يفوت 50 ولا حتى 60 مليار دولار. علاش؟ حيت المباريات تزادوا من 64 ل 104 المباراة. وخا لجنة النزاهة ديال الفيفا كتقول باللي ما كاين حتى تلاعب، ولكن الامم المتحدة براسها خرجت بتقارير كتخلع، كتقول باللي كاين تريليونات الدولارات كدور في المراهنات غير قانونية وتبييض ميمي في المجال الرياضي. هنا كيطرح السؤال راسو، واش اللعابة ولا الحكام ديال الفرق الضعيفة ولا الاتحادات اللي على قد حالها يقدروا يقاوموا هاد الاغراءات؟ الفرق الكبيره لعابته شابعين فلوس وملايين، ولكن الفرق الصغيره كتكون حيط قصير في هاد المنظومه. والضرر كبير على من كيطيح على الاتحادات والمنتخبات الناشئه. مثلا منتخب بحال مصر ولا اي فرقه افريقيه ولا عربيه مكافحه الى طلعات لدور 16 كتربح واحد 15 مليون دولار. هاد فلوس بالنسبه للاتحاد باغي يبني راسو ويصاوب تيرانات راه كنز، ولكن فاش كيجي قرار تحكيمي غريب ولا كطحن الفرقه الصغيره لصالح فرقه كبيره حيت البيزنس باغي ديك الفرقه الكبيره تبقى، هنا كتحس بالحقره الرياضيه. الفيفا كتقول باللي الفار جاب دقه ديال 99%، ولكن التفسير ديال القوانين بعض المرات كيميل جهه النجوم الكبار، حيت هما اللي كيعطيو الدراما والتشويق اللي كيبغيها المشاهد والمعلن. في الاخير الخوت قانونيا راه ما كاين حتى دليل ملموس باللي الفيفا كتدخل وتختار شكون يربح، ولكن بلغه الارقام والبيزنس بقاء الكبار هو الاكسجين اللي كتنفس به هذه المنظومه الماديه. الحفاظ على التوازن بين المتعه والنزاهه وبين الطمع والفلوس هو اكبر تحدي كتعيشوا الكره اليوم. نتوما كجمهور شنو بان ليكم؟ واش عمركم حسيتوا باللي شي ماتش ظلمات فيه فرقه صغيره حيت السيستم ما باغياش دوز؟
خليو لي ارائكم في التعليقات، وما تنساوش الدعم ديالكم بلايك وبارطاج باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين. ونشوفكم في المقطع الماجي ان شاء الله، وتهلاو.